في مساء دافئ داخل المكتبة الشهيرة بوسط المدينة، وسط رفوف من الكتب الممتدة كبحر من المعلومات، جلس الدكتور مصطفى محمود، وهو يفكر بعمق في معنى الحياة والمعرفة. وفجأة، دخلت السندريلا سعاد حسني، بابتسامتها الساحرة التي تضيف نوراً للمكان. جلس كل منهما في مكانه للحظة قبل أن تبدأ سعاد الحديث. مساء الخير يا دكتور، أراك غارقاً في أفكار الفلسفة. ابتسم الدكتور وأجاب: مساء الخير يا سعاد. نعم، تفكرني الفلسفة دائماً في طبيعة الوجود وكيف نعيش حياتنا بمعنى حقيقي. جلست سعاد على المقعد المقابل وسألت: لكن ألا تعتقد أن الفلسفة قد تجعل الأمور أكثر تعقيداً؟ قد تشعرنا بأن هناك أكثر مما يمكن للإنسان العادي استيعابه. أجاب الدكتور مصطفى: ربما، لكنني أرى أن الفلسفة تمنحنا الأدوات لفهم الأمور بشكل أعمق وللنظر إلى الحياة من زوايا مختلفة. إنها تدفعنا للمجازفة بالأسئلة التي تبدو قوية أو غير مألوفة. ضحكت سعاد بلطف وقالت: أعترف بأنني أشعر أحياناً بالخوف من تلك الأسئلة. أحياناً أجد نفسي في أفلامي أحاول تبسيط الأمور وإيصال رسالة واضحة للجمهور بأقل مستوى ممكن من التعقيد. هز مصطفى رأسه موافقاً وقال: هذا رائع. الفن هو قوة ناعمة تمس القلوب والعقول بطريقة مباشرة. ولكن ماذا عن التمثيل كفكرة فلسفية؟ أليس هو كشف للحقائق المخفية داخل الإنسان؟ نظرت إليه سعاد بعينيها اللامعتين وأجابت: ربما هو كذلك. أحيانا نشعر ونحن نلعب دورا ما بأننا نكتشف أبعادا جديدة في أنفسنا لم نكن ندركها. ولهذا أؤمن أن في التمثيل نوعا من البحث الفلسفي الخاص. جلس الاثنان يتبادلان الحوار بين الضحكات والأفكار، حيث تتمازج الفلسفة مع الفن لتنير طرقا جديدة في الفكر، حيث يجد كلاهما، الدكتور والممثلة، مكانهما المشترك في عالم تملأه التساؤلات والرغبة في فهم الذات والآخرين.